ازيكم يا صحابي؟ كنت غايبة عنكم بقالي فترة كبيرة وبشكركم جدا على سؤالكم عليا في الكومنتات. انا بحبكم جدا جدا، والنهاردة راجعة لكم بملخص جديد ومحتاجة دعمكم علشان اعرف استمر. اعملوا اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس وقولوا لي رأيكم في الكومنتات في الملخص الحلو ده، ويلا بينا نبدأ الملخص بتاعنا. واحدة ست ابنها بيتعب تعب شديد قوي وبتلف بيه على كل المستشفيات ومحدش قدر يعالجه، وبتروح لمستشفى اسمها تاكو وبيستقبلوها هناك في قسم الطوارئ. وبيكون اعراض الطفل انه عنده صداع وجسمه كله بيوجعه وفي ألم شديد قوي في الاطراف وكمان عنده قيء، وكل العيادات اللي مروا بيها مش عارفين ايه السبب، والدكتور بيقول لها لازم يرتاح دلوقتي ونعمل له تحاليل. واستقرت الحالة فعلا، ولكن على مضادات الاكياء علشان ما يحصلوش قيء تاني. ودكتور تاكانشي بيكون صاحب الحالة دي، وبتكون زميلته الدكتورة ماي، ودكتورة ماي بتقول له الحالة دي غريبة قوي، ازاي كل الأعراض دي مع بعض؟ ما ممكن يكون مرض مناعي صعب ولا حاجة؟ والدكتور بيقول لها كل المستشفيات التانية اللي عدى عليهم الطفل كانوا هيعرفوا وقتها مرض مناعي ولا لا، وهيعرفوا يشخصوه كويس، ولكن ممكن يكون مرض نادر، حاجة وراثية يعني بسبب خلل جيني ولا حاجة. وبتوصل نتائج المعمل وبيلاقي كل النتائج طبيعية وما فيهاش اي حاجة تقلق من ناحية الولد، ولكن الطفل مازال بيبكي وبيشتكي بنفس الاعراض. وبيدخل مريض تاني بيكون عنده وجع في البطن شديد جدا، اما الدكتورة ماي بتهديه وبتقول له هنعمل التحاليل ونشوف ايه السبب علشان نعرف نعالجه. والدكتور تاكانشي بيقول لها ممكن يكون عنده التهابات في المعدة، والدكتورة ماي بتقول له لا، شكلها التهابات في الزايدة. وبيختلط عليهم الامر لان امراض المعدة مشابهة للزايدة بالظبط، ولكن الفحص هو اللي هيحدد ده. والتحاليل بتظهر فعلا، وبتوصل الدكتورة تاكو اللي بتكون رئيسة قسم الاستقصائي واللي بيكون في فريقها دكتور تاكانشي، وبيسيبها وبيروح قسم الطوارئ عند الاحتياج بس. ومعروف عنها دكتورة تاكو دي انها مجنونة حبتين، ومظهرها غريب ولبسها غريب وشكلها اغرب، وكمان بتلبس شبشب وهي رايحة المستشفى. وبتروح لدكتور تاكانشي بتقول له يلا يا بيه، انت مش هترجع مكانك ولا ايه؟ فبيقول لها انا عندي مناوبة هنا ولسه ما خلصتش. فبتقول له ده باقي 19 دقيقة على المناوبة بتاعتك. واما دكتورة ماي اللي بتكون دكتورة مقيمة وفي سنة اولى كمان بترحب بالدكتورة تاكو، بتقول لها انا مبسوطة ان انا اتعرفت عليك. والمناسبة دكتورة تاكو بتكون من اصحاب المستشفى، وبتنجز الدكتورة تاكو بتقول لهم يلا خلصوا شغلكم ويلا يا دكتور تاكانشي على مكانك. والدكتور تاكانشي بيقول لها لا، انا لسه في شغل ناقص هنا ما كملتوش. الدكتورة بتقول له اصحابك هنا يشيلوا الشغل عنك ولا الشغل مش ماشي ولا ايه؟ ودكتور تاكانشي بيقول لها انا بحب اباشر حالاتي بنفسي، ما تتدخليش في شغل يا ست الكل، ولسه كمان في مريضين لسه لم يتم تشخيصهم لحد دلوقتي، وانا موجود هنا علشان بس اساعدهم. واما دكتورة تاكو بتخلص الموضوع على طول وبتدخل للمريض الاول اللي هو الطفل، وبتبتدي تمسك كده زي جهاز وبتبتدي تفحص له عينيه. وام الولد بتستغرب وبتقول مين دي؟ فبيرد عليها الدكتور تاكانشي بيقول لها ده مديرة القسم هنا، وبتفحص عينيه وبتقول لها عنده فيتامين ألف زيادة، واللي هو عامل كل ده اللي هو الصداع والقيء وألم في الرأس والأطراف كمان، وده كله اللي مسبب له انحسار في بصره. فبيسألوها انت عرفتي ازاي ده كله؟ وبتقول لهم انا ملاحظة ان ابنك بياكل مقرمشات التوت الازرق، ومش بس كده مكملات فيتامين ألف. والام بتأكد على كلامها فعلا. فالدكتورة تاكا بتقول لها دي كمية كبيرة جدا وبالتالي أثرت عليه، وان الآلام دي كلها هتزيد طول ما انت بتديها له بكمية اكبر من اللي محتاجها. المفروض ان انت تقللي وتديه الكمية المناسبة، كل حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها فعلا. والام قالت لهم فعلا انا كنت بديله علشان يحسن بصره اقوى. والدكتورة بتقول لها الحل ان احنا نوقف اي حاجة فيها فيتامين ألف، واول ما يبقى كويس نديها له بحدود. وبيخلص التشخيص بتاعه، وبتدخل للمريض التاني اللي بيتألم في بطنه وبتسأله دي عصايتك ولا لا؟ فراح قال لها عصايتي. فقالت له انت اكلت سمكة اصطادتها صح؟ قالت له كذا نوع سمكة. فبقال لها فعلا سردين. وبتكتشف ان عنده مرض طفيلي، وبتقول للدكتور تاكانشي انه يتصل بدكتور المنظار علشان يجي يشيل الطفيل من بطنه. واما الدكتورة ماي تسيبها لا، تقول لها هو انت عرفتي ازاي؟ فبتقول لها عرفت من حالته، وخصوصا ان مش زايده، وان لونه اسمر شويه ومعاه عكاز يعني مش شغال، وكمان بيقعد يصطاد، وان كمان عنده في جرح في ايده الشمال، اكيد وهو بيطلع السمكه من الصناره جرحته حبتين، او ممكن يكون الطعم هو اللي جرحه. وراجل زي ده ممكن ما يستناش يسوي السمكه علشان ياكلها، فممكن ياكلها وهي نيه، وبالتالي المرض الطفيلي بيدخل معدته بيلتصق
فيه. ودكتوره تاكو بتكون عامله جلسه دراسه للقسم الاستقصائي. اما دكتوره مي بتقول لها ينفع احضر معاكم؟ فبتقول لها اه طبعا تحضري معانا، ده كل ما يزيد العدد تزيد المتعه. وفجاه بيجي تليفون لدكتور تاكانشي ان في ولد في العشرينات وقع من منشاه عاليه وجايين في الطريق ولازم يحضروا له الغرفه بتاعته. ودكتور تاكانشي بيقول لها انا اسف يا دكتوره تاكو، النهارده مش هعرف احضر معاكي علشان عندي مريض لسه واصل حالا. فبتقول له لا احنا شغلنا اهم من ده كله. فبيقول لها انا اسف وبيسيبها وبيمشي. وبتتنرفز قوي منه. وبيدخل فعلا المريض وفي الاغلب بتكون انقض عليه حيوان وقطع رجله. وبتتفاجئ دكتوره ماي ان دم المريض لونه ازرق. والدكتور بيتفاجئ جدا وبيبص على رجليه وفعلا بيقول ده شكلها عضه لحيوان ضخم قوي. وبتحاول دكتوره تاكو تاخد تفاصيل ولكنهم بيخبوا عليها المعلومات وانها كده بتدخل في امورهم وده مش صح ليها. وده بيكون جانب الشرطه مش جانبها، هي شغاله دكتوره مش محققه. وبيطلعوا السطح عند دكتوره تاكو المكان اللي مقيمه فيه، وطبعا بيكون مكان ضخم جدا ومليء بالكتب. ودكتوره ماي بتتفاجئ بتقول لها كل دي كتب عندك؟ فبتقول لها انت هتحسديني ولا ايه؟ ما تشوفي شغلك يا دكتوره. ودكتوره تاكو بتقول لهم لازم نعمل سيرش نشوف هل في حيوان ضخم مثلا هرب زي الاسد زي ذئب، اي حاجه انقضت على الولد ده عملت له اللي حصل له ولا لا، وانها عايزه تكتشف اللي حصل. وهم مستغربين قوي اهتمامها بالمريض وخصوصا انها عضت حيوان ودمه كله لونه ازرق. وفجاه بيجي اتصال من عمها اللي هو بيكون من رؤساء المستشفى وبيقول لها انا عندي ليكي خبر وحش، المريض مات، خلص الموضوع والمفروض ما تتدخليش تاني. وطبعا اللي بيدفعها للموضوع هو بيكون الفضول عندها وهي مصممه انها تعرف الحقيقه. وعمها بيقول لها ده مش دورك، ده دور الشرطه. وبتقول له انا من قسم الاستقصائي. وبيقول لها احفظي مكانك يا دكتوره تاكو، مش معنى انك من اصحاب المستشفى تتدخلي في اللي مالكيش فيه، التزمي بالقسم بتاعك اللي هو الاستقصائي. لو حد ما عرفش يعالج حد تقدري انت تتولي، ولكن ما تتدخليش في حاجه ما تلزمكيش. وطبعا دكتوره تاكو بتطلع متنرفزه جدا من المكتب وبتقعد تضرب وتتعصب. وبياخدها الدكتور تاكانشي وبيقول لها انا هعمل لك اللي انت عايزاه، عايزه ايه دلوقتي؟ ودكتوره تاكو بتقول له ان انت تاخدني على مسرح الجريمه. وبياخدها تاني يوم فعلا وده بيكون في يوم اجازتها وبيروحوا مسرح الجريمه. وبيكون عندها فضول انها تعرف الحقيقه ولكنها بتوصل الاول للضابط ساكوراي وبتقول له انت بتعملي ايه هنا؟ وبيقول لها حضرتك اللي جايه هنا تعملي ايه؟ انت مجرد دكتوره، احنا اللي مفتشين. وبتقول لهم قولوا لي بس طرف خيط وانا هساعدكم ان انتوا تعرفوا الحقيقه. وبيقول لها انت اللي عايزه تعرفي مننا ولا احنا اللي نعرف منك يا دكتوره؟ وبتاخدهم فعلا وبتروح للمكان هناك وبتقول لهم دي حديقه بحيره كورومي وده متحف قدامها وفي اسماع عملاقه بتترمم لسه، وان الجثه وقعت هنا في المنشاه دي. ومسرح الجريمه بيكون ورا المتحف وان المتحف مسرح الجريمه بنفسه. وبتقول له مين الحيوان اللي عمل كده يا ترى؟ وبيقول لها لسه احنا مش عارفين نتيجه التحاليل ولا التشريح، وممكن يكون كلب بري هو اللي عمل كده. والدكتوره تاكو بتقول له كلب بري؟ انت بتضحك عليا ولا ايه؟ كلب ايه اللي قطع راجل زي كده؟ ده شكله حيوان ضخم جدا. فبيقول لها انت عارفاه؟ فبتقول لهم طبعا. تعالى اما اوريكم الحيوان اللي عمل كده. ده مخلوق من 66 مليون سنه وكان بيطلق عليه الطاغيه لانه كان مالي كل الارض. وبتقول لهم انه اسمه تيرانوسورس وهو اللي عمل كده. وبيبتدي الضابط واللي معاه بيتفاجئوا منها قوي، ازاي يعني محنط كده وهو اللي عمل كده؟ ما تفهمينا يا دكتوره. ولو وصلت لهنا فتكون دي خلصت الحلقه الاولى. ما تنساش اللايك والاشتراك وانتظروا الحلقه اللي جايه. بحبكم يا صحابي، سلام.